السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما يا رب. النهاردة انا جاية اتكلم معاكم عن موضوع مهم، بحاول ان انا المه لكم بسرعة بسرعة عشان محدش يزهق مني. فيديو قصير كده ان شاء الله. الموضوع يا جماعة بيتكلم ازاي تتعاملي مع خطيبك طول فترة الخطوبة، وايه المسموح ان انت تقوليه وايه المسموح ان انت ما تقولوهوش. الموضوع ده بتاعنا. طيب اول حاجة يا جماعة، ما تطلبيش منه، يعني هو طول ما انت مخطوبة ما ينفعش ان هو يصرف عليكي. يعني ما يطلبيش منه ان هو يجيب لك هدوم مثلا. معلش يا حبيبتي، انت مش مجموعة، مش مخطوبة لجمعية رسالة، لا انت مخطوبة لمواطن عادي جدا. ما تطلبيش منه ان هو يجيب لك حاجة. ما ينفعش ان هو يصرف عليكي وانت مخطوبة. دي اول حاجة. طيب تاني حاجة، المواسم. يعني وانت مخطوبة ما ينفع، يعني اوكي ماشي ما تطلبيش منه موسم. اوكي ماشي، هو لو جابلك موسم دي حاجه ذوقيا منه، ما جابلكيش هي مش قصه قله ذوق، لا هي قصه يعني افرضي هو مش معاه، ظروفه وحشه، محروج ان هو يقولك انا مش معايا، خلاص انت كمان هتطلبي؟ ما ينفعش. يعني هو لو جابلك دي ذوقيا منه، ما جابلكيش خلاص دي حاجه ترجع له. انت ما تحطيش عليه يعني فوق طاقته، ما تحملوش فوق طاقته وتروحي تشتكي لاهلك. ده خطيبي مش عارفه، ده ما جابليش، ده خطيبي مش عارفه ايه. لا ما ينفعش، مش هينفع الحياه ما بينكم كده، ومش هينفع تستمري معاه كده. لازم ان هو يحس ان هو في امان معاكي. لازم يحس ان هو مطمن معاكي، ان انت تطمنيه طول ما هو معاكي. ما ينفعش ان انت من اول حاجه تروحي تشتكي لاهلك ان هو ما جابليش حاجه، طب خلاص انا هروح اشتكي لاهلي. لازم ان هو يا حبيبتي يكون مطمن وان الانسانه دي طبعا يعني انا هكون معاها في امان، والبني ادمه دي اللي هتحافظ عليا، والبني ادمه دي اللي هتصوني، والبني ادمه دي اللي انا هكون في شغلي هكون مطمن. لازم برضو تحسيه بحاجه زي كده. طيب تالت حاجه يا جماعه، موضوع الهدايا. ما تحطيش عليه فوق طاقته ان انت لازم تفرضي عليه ان هو يجيب لك هدايا. ما ينفعش، ما ينفعش ان هو يجيب لك هدايا خالص. هو براحته، دي حاجه ترجع له. عايز يجيب لك يجيب لك، مش عايز برضو حاجه ترجع له. ما تحطيش انت عليه فوق طاقته. اي واحده يا جماعه لازم تكون اتعرضت لظروف في بيتها، يعني مش لازم هي عشان من ظروف واو، والحياه الماديه معاهم كويسه ومتيسره مع اهلها، فهم اهلها لازم يكونوا حاسين ان هم مروا بحياه مش كويسه. لا ممكن اهلك ما يكونوش مروا بالحياه دي، بس ما حسسكيش ان احنا ما فيش فلوس في البيت او اي حاجه. فانت لازم تفهمي حاجه زي كده، ان انت مع جوزك او مع خطيبك لازم هتمري بظروف وحشه، لازم تشيليه ولازم تتحمليه، ولازم يعني تكسري كل المخاطر دي معاه. لازم تعدوها مع بعض ولازم تحافظي عليه. دي صفات مهمة جدا جدا. طيب هنتكلم بقى يا جماعة عن الصفات اللي موجودة في خطيبك، لازم ان انت تنفذي بجلدك خالص. ما ينفعش الحياة تستمر ما بينكم. اول حاجة يا جماعة، ما يبقى ابن امه. ابن امه مش بيبر امه. في فرق ما بين ابن امه وفي فرق ما بين بيبر امه. ازاي ابن امه؟ ابن امه حبيبتي ان هو مثلا يعني ايه، انتوا خارجين مثلا تجيبوا العفش، تمام؟ طب ثواني انا هتصل بماما اقول لها انها تيجي معانا. طب ثواني انا هشوف ذوق ماما ايه. طب حبيبي انا بحب كذا، لا انا ماما مش بتحب كذا. طب حبيبي بعد اذنك هات لي كذا. تعال نروح مثلا مش عارفه المكان ايه، طب ثواني اما اقول لماما، استاذن ماما. في ناس كده، ده يا حبيبتي ده اسمه ابن امه، ده لازم تنفدي بجلدك فورا. لكن في بني ادم تاني بيبر امه، اللي هو هو قصه ان هو مش بياخد رايها ولا اي حاجه، بس طبعا مامته ابقاله منك. انت لازم تفهمي حاجه زي كده، ان طبعا امه وابوه ابقاله منك. انت لازم تكوني فاهمه حاجه زي كده. تمام. تاني حاجه معانا البني ادم البخيل. ده تنفدي بجلدك خالص خالص خالص. البخيل مش في الفلوس بس يا جماعه، البخيل في مشاعره، بخيل في وقته، بخيل في فلوسه. ازاي؟ ان انت مثلا يعني ايه، هو مستنيكي انت اللي تكلميه مش هو اللي يكلمك. معلش يعني هو مستني ان انت تشحني كارت وتكلميه. طب ما هو ممكن يشحن كارت ويكلمك عادي، يكلمك دي ايه المشكله؟ بخيل في مشاعره، ان هو معلش مش لازم ان هو يجيب لك هديه اوفر عشان تبقى دي تمام وانا كده مش بخيل، لا. بخيل يعني ممكن ان هو يستخسر فيكي هديه ب 2 جنيه اللي هي الورده مثلا، او ب 3 جنيه. عادي كلنا يا جماعه، مش معقول يعني ما معناش 2 جنيه او 3 جنيه نقدر ان انا اعرف خطيبتي او احسسها ان انا مشاعري معاها او انا بحبك او حاجه زي كده. لازم ان انت برضو تتعاطف معاها بحاجه زي كده. طيب ماشي، بخيل في مشاعره. بخيل في مشاعره في كل حاجه، في كل حاجه. بخلان عليك حتى في الكلمه ان هو يقولها لك. كلمه حب حتى بخيل عليه، يعني هو بخلان في الكلمه دي مش عايز يقولها. ده اسمه البني ادم البخيل. طيب البني ادم الشكاك. ده تنفدي بجلدك فورا فورا فورا. البني ادم الشكاك مش الغيور، في فرق ما بين الشكاك وفي فرق ما بين الغيور. الغيور مثلا ان هو بيخاف عليكي، بيحتويكي. ازاي بيحتويكي؟ يعني مثلا ايه، انت طبيعه لبسك ضيق، طب ممكن نوسع اللبس شويه.
طب مش عارفه، انت حاسه ان هو بني ادم بيغير عليكي فعلا وصادق معاكي. دي الغيره دي حاجه جميله جدا جدا يا جماعه، واي بنت طبعا بتحب الموضوع ده. بس البني ادم الشكاك اللي هو ايه مثلا، يعني انا رايحه عند ماما، لا ما ينفعش تروحي. طب انا رايحه اجيب كذا، لا ما ينفعش. طب انا مش عارفه، عايز من الاخر يحطك في فاترينا كده يبروزك فيها، انتي له لوحده بس. ده بني ادم شكاك وانفدي بجلدك فورا فورا فورا. ده بيشك فيكي من اقل حاجه، ما ينفعش اصلا تستمري معاه. وصدقيني نصيحه مني انا، مش هينفع تكملي معاه خلاص، كده ما ينفعش تكملي معاه. طيب الراجل السايلنت، مفيش كلام خالص. البني ادم السايلنت ده مفيش كلام خالص خالص خالص. ازاي؟ ان انتي مثلا انتوا الاتنين مع بعض قاعدين بتتكلمي معاه في حوار، هو مفيش، ما بيردش. طيب ممكن لو رد عليكي يرد عليكي بكلمه، مش هينفع تكملي معاه. ده صدقيني كانك بتزقي في حيطه وما بتتزقش، كأن قدامك حيطه. هتعرفي تتعاملي؟ انت قاعده اهو قدامك حيطه، هتعرفي تتكلمي معاها؟ هتعرف الحيطه ترد عليكي؟ مش هينفع تكملي معاه صدقيني. غير بقى ان انت يعني حاسه ان انت ممكن تعرفي تكملي معاه، بس نصيحه مني انا، مش هينفع تكملوا مع بعض. مش هيديكي رايه في اي حاجه، مش هيفيدك في اي حاجه. بني ادم سايلنت ما بيردش عليكي خالص. طيب يا جماعه، ودلوقتي ان شاء الله يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم وان شاء الله اكتبوا لي في الكومنتات لو الفيديو ده عجبكم اكتر منه. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب ويا رب يا جماعه تكونوا دايما في صحه وفي سعاده وفي امان. وان شاء الله انا هبدا اعمل لكم فيديوهات من دي اكتر واكتر. ومع الف سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.